السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد. القصة دي من كتابة صبح المرسي. نبدأ حلقة النهاردة ونقول بسم الله. عوض شاب في أول العشرينات، هادي وراسي، يشتغل مع أبوه في الغيط، وكل يوم بعد المغرب يرجع ياكل وينام بدري. بس في يوم حصل اللي قلب القرية كلها. عوض مرجعش من الغيط. ابوه خرج يدور عليه، وبعد ساعات من النداء واللف ملقاش ليه اثر. بس سمع حاجه، صوت خافت وناعم بيقول: عوض، تعالى يا عوض. الصوت جاي من ناحيه الترعه اللي ورا الغيط، الترعه اللي معروف انها مش مظبوطه. ناس كتير اتقال انهم غرقوا فيها، بس الجثث عمرها ما كانت بتتلاقى. عدت ليله واتنين وتلاته، والكل بدأ يقول ان الدهة ندهته. بس اللي حصل في الليله التالته محدش نسيه. في عز الليل، الساعة كانت 2 بالليل، الباب اتخبط خبطتين خفيفة. الكل اتخض، لكن لما فتحوا لقوا عوض واقف وهدومه مليانة طين، رجليه حافية وعينه فاضية. دخل من غير ما يبص لحد، قعد على الأرض وقال بصوت خافت: رجعت، بس هي لسه بتندهلي. من أول لحظة كان واضح إنه اتغير، بقى بيقعد بالساعات ساكت بيبص ناحية الشباك ويسمع حاجة محدش غيره بيسمعها. وكل يوم قبل الفجر يقوم يقف يبص ناحية الترعة كأنه بيستناها. ولما سألناه قال جملة غريبة: هي مش وحشة، كانت بتعيط لوحدها وقالت لي لو حبتني هسيبك ترجع. وبدأ يكرر الجملة كل ليلة: أنا حبيتها وهي وعدتني. بدأت تحصل حاجة غريبة. كل يوم الساعة 2 وتلت بالظبط البيت كله يبرد فجأة، والكلاب تعوي، والشجر يهتز من غير هوا. واكتر من مرة كانوا بيسمعوا صوت ست بتنادي: عوض، ارجع لي يا عوض. وفي مرة امه دخلت اوضته، لقيت مرسومة على الحيطة وش ست مش باين منها غير عيون سودة واسعة وفيها دموع. قرروا يجيبوا شيخ من كفر قريب اسمه الشيخ رضوان. اول ما دخل البيت قال لهم بصوت واطي: الولد ده روحه لسه معلقة عند النداهة، هي سايباه مؤقتا، بس لو ما تصرفناش هتاخده نهائي. وبدأ يقرأ قرآن، وعوض بدأ يصرخ صراخ من اللي يخلي البدن يقشعر، وقال بكلام مش مفهوم: سابت لي علامة، سابت لي ريحتها، سابتني بس ترجع. الشيخ مرضيش يقول التفاصيل، بس قال إن في ميثاق حصل، وإن النداهة مش كيان عادي، دي روح غضبانة بقت تجذب اللي بيقول، واللي بيكون في قلبه ضعف أو حزن أو فراغ. المصيبة كانت في اللي حصل بعدها. في ليلة مقمرة عوض خرج من البيت من غير ما حد يحس بيه، وساب ورقة صغيرة في اوضته مكتوب فيها: انا اللي اخترت، ما تفكروش اني اتخذت. ولحد النهاردة محدش شافه تاني. لكن اللي يروح عند الترعة في الليالي اللي فيها ضباب بيحلف انه سمع صوت عوض بيندهله، لكن بصوت ست: تعالى، ما تسيبنيش تاني. ناس في القرية بيقولوا ان في نداهة جديدة اتخلقت، وانها اخدت طيف عوض جواها، وكل كام سنة تختفي روح جديدة، وكلهم آخر كلمة قالوها: أنا سمعت صوت كانت بتندهلي. الناس في القرية ما كانوش مصدقين إن عوض اختفى، كانوا فاكرين إنها تبقى زي باقي القصص، شوية وقت ويرجع. لكن الوقت عدى ووشه ما تشافش تاني. الموضوع بدأ يكبر لما خالد، ابن خال عوض، شاب متهور شوية، قرر إنه يتحدى اللي حصل. كان بيقول دايما: كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها نداهة، هو بس غرق أو هرب. في ليلة سبت طلع خالد مع أصحابه ناحية الترعة، وجاب كاميرا وقال: هنبات هنا
ونصور نشوف بقى النداهة دي هتظهر ولا لا. ضحكوا وسهروا وكل شوية يهزروا ويقلدوا صوت الست اللي بتنده. لكن الساعة 2:تلت مرة واحدة الكاميرا وقعت لوحدها. الضلمة بقت أغمق والضباب نزل بشكل غريب تقيل، كأنك تقدر تمسكه بإيدك. وظهر الصوت مش واضح، بس الست بتنده: خالد، انت شبهه، تعالى. خالد وقف، عينيه اتجمدت وبص في اتجاه مفهوش اي حاجة. اصحابه بيقولوا انه بدأ يمشي لوحده ناحية الترعة وبسرعة، كأنه بيجري من غير ما يحرك رجليه. الحكاية اللي بعدها كانت عن أمينة، بنت في تانية ثانوي، ساكنة في بيت قريب من الحقول. بدأت تحلم كل يوم بنفس الحلم: ترعة، قمر كامل، ووش ست بشعر طويل مبلول بتبكي وتمد ايديها ليها. ولما حكت لجدتها، جدتها وقعت من الخضة وقالت: لو ندهتك تاني نامي نامي في حضن امك وما ترديش مهما حصل. بس أمينة ما سمعتش الكلام، وفي يوم قالت لأختها الصغيرة: أنا سمعت صوت بيقول لي تعالي نلعب من ورا الشباك. وفعلا اختفت بعدها بيوم. النداهة حسب كلام الشيوخ الكبار مش مجرد روح في روايات. في روايات بتقول إنها كانت ست اتظلمت واتقتلت واترمت في الترعة وهي حامل، ومن وقتها بقت كل سنة تاخد روح. مش عشوائي، بتختار اللي في قلبه حزن، أو اللي فقد شخص قريب، أو اللي بيشعر بالوحدة. وفي شيخ عجوز قال جملة مرعبة: النداهة بتسيب علامة في المكان اللي بتظهر فيه، ريحة ورد ومسك وخرزة زرقاء مكسورة. وفي أسطورة بتقول إن كل روح بتاخدها بتتحبس جواها، وأي حد بيرد على ندائها بيشوف وجوه الناس اللي اختفوا قبل كده، بس مش بشكلهم الطبيعي، بأشكال مشوهة وعيونهم كلها سودة. النداهة لسه بتظهر لحد النهاردة في أماكن محددة: ترعة الكوم، أرض الكبايش، ومصرف الجبل اللي في الصعيد. الناس هناك بيتجنبوا يمشوا جنب المية بعد العشاء، لأنهم عارفين أي صوت بيندهلك بعد الساعة 2 الصبح ما تردش عليه أبدا، حتى لو قالك اسمك بصوت أمك. ولو لسه عايش وسامع النداهة، يبقى هي لسه بتختار ولسه بتدور على ضحية جديدة. أنا اسمي كريم، واللي هقوله دلوقتي ما حصلش من زمان، ده كان من 3 سنين بس، في قرية صغيرة جنب المنيا اسمها الشيخ طه. أنا مش من هناك، أنا صحفي، كنت بعمل تحقيق عن الأساطير الشعبية، وكان في حكاية سمعناها عن النداهة والخرزة الزرقاء اللي بتظهر في أماكن معينة. بعدها حد بيختفي. وصلت القرية وقعدت مع شيخ كبير في السن اسمه الشيخ حسنين، وكان باين عليه إنه شايل كلام كتير. أول ما قلت له أنا بكتب عن النداهة، وشه أشعر وقال لي: ابعد عن الموضوع ده، النداهة مش حكاية، دي كيان، ولو دخلت في دايرتها مش هتخرج إلا ومعك علامة، والخرزة الزرقاء دي مش خرزة عادية، دي عينيها. شدني كلامه وسألته أكتر، وبعد إلحاح وافق يحكي لي حكاية حصلت له من 30 سنة. وقال لي: في أوائل التسعينات كان عندي حوالي 22 سنة، وبحب بنت من القرية اسمها هبة. هبة كانت مشهورة بجمالها وبهدوءها، بس كان في حاجة غريبة فيها، كانت دايما لابسة سلسلة فيها خرزة زرقاء. يوم ما اتخطبوا راحت تزور قبر أمها وما رجعتش، فضلوا يدوروا عليها أسبوع كامل، ولما لقيناها كانت قاعدة على طرف الترعة، لبسها مش نظيف، شعرها مبلول، ووشها شاحب. كل اللي قالته وقتها: أنا كنت معاها، هي كانت بتعيط وقالت لي ارجعي بس سيبيلي الخرزة الزرقاء. من اليوم ده هبة اتغيرت،
بقت ساكنة، ما بتاكلش، وعينيها كل يوم تبقى أغمق. وفي يوم اختفت تاني، والمكان اللي ثابت فيه أثر كان جنب قبر أمها، وكان فيه خرزة زرقاء صغيرة فيها شروخ وبتنقط مية. العم حسنين قال انه خد الخرزة وحطها في جيبه، يمكن يلاقي فيها حاجة توصله الهبة. بس من وقت ما اخدها بدأت حاجة غريبة تحصل. يسمع صوت خفيف بيقوله رجعها لي. يشوف هبة واقفة على باب بيته، بس أول ما يقرب تختفي. الكلاب كانت بتعوي وتبعد عنه، حتى أخوه الصغير كان بيعيط وهو بيقوله عينيك مش زي الأول، عينيك مش زي الأول يا حسنين، فيك حاجة. وفي مرة قام من النوم لقي الخرزة الزرقاء على كفه وهي سخنة جدا، وكان مكتوب على الحيطة بحروف مبلولة كل روح تاخدها بتحفر علامة، والعلامة عندك دلوقتي. جري يوديها لشيخ الجامع، والشيخ أول ما شافها قال دي مش خرزة، دي مش خرزة حظ، دي عينين كيان بتسجل الضحية اللي جت قبلك وبتستنى اللي جاي. حسنين حطها في قماشة وولع فيها جنب الترعة، والريحة اللي طلعت منها كانت ريحة مسك مخلوط بحاجة ميتة. نرجع للوقت الحالي. خلص الراجل حكايته وانا ساعتها حسيت فعلا بخوف لأول مرة في حياتي، بس لأن فضولي أقوى نزلت عند الترعة اللي قال عليها. الساعة كانت 2:15 بالظبط. في الأول مفيش حاجة، بس بعد شوية حسيت برجلي بتغرس في الأرض، كأن المية بتشدني وأنا واقف بعيد عنها. وسمعت صوت ناعم بيقول لي انت كمان شفتها، طب تعالى شوف اللي بعدك. بصيت على الأرض لقيت الخرزة زرقاء مكسورة وفيها خيط شعر اسود طويل جدا ملفوف حواليها. جريت، وساعتها حسيت كأن في ايدين بتسحب ضلوعي من جوه، وكأن عينيا بقت مش ليا. رجعت القاهرة بعدها بيوم بس من وقتها كل ما انام بحلم اني واقف قدام الترعة، وفي صوت بيقول لي خد خرستي واديها للي بعدك عشان انا ما بشبعش. لما شفت خرزة زرقاء في مكان مش متوقع، ما تلمسهاش، ما تاخدهاش، وما تسيبهاش في البيت، لانها مش مجرد خرزة، دي عين ولسه بتدور على اللي هيكون بعدها. تمام، نكمل القصة بس المرة دي من زاوية مختلفة. خرزة واحدة بس ضحايا كتير. بعد ما رجعت القاهرة فضلت فترة كل يوم يجيلي كابوس في نفس الشكل، ترعة وخرزة زرقاء وصوت، ووش هبة بيوصلي من تحت المية. بس في يوم وصلني ايميل غريب من عنوان مفيش عليه اسم، بس العنوان كان بيقول انت فتحت الباب وانا شفتك. الايميل فيه سطر واحد، لو عايز تعرف هي راحت فين بعدها بعد ما رجعتها روح قرية كفر الدوار التحتاني واسأل على سالم ابو شقة. الفضول قتلني ورحت كفر الدوار التحتاني. قرية شبه مهجورة مفيش فيها غير شوية بيوت طين وناس ملامحهم خايفة كأنهم شايفين حاجة محدش غيرهم شايفها. سألت عن سالم ابو شقة، رد عليا طفل صغير وقال لي بيشاور على البيت، وبعدين قال لي لو خرج لك يبقى عجبه وشك، لو سابك امشي وما تسألش تاني. رحت له، راجل كبير دقنه بيضة وعين الشمال مغطية بحرقة. أول ما شافني دخل أوضته وطلع منها بحاجة ملفوفة في قماشة سودة، فتحها وكانت هي الخرزة الزرقاء، بس المرة دي كانت أكبر ولونها بقى أغمق وعليها نقطة حمراء كأنها عينين حقيقية بتبصلك من جوه الحجر. سالم شاور على الترابيزة وقعد قدامي وابتدى يكتب لي على ورقة. الخرزة دي جات لي من 11 سنة، جابها ابن عمي من المنيا،
قال انه اخدها لقاها جنب ترعة لما كان بيشتغل هناك. اول ما لمسها بقى يضحك وهو نايم ويتكلم بصوت مش صوته. وفي ليلة قام من نومه وراح الغيط وقال لأمه: أنا أسقي الأرض دي من الدم عشان تطرح خرز بدل القمح. وفي الفجر لقيه ميت جوه حفرة وإيده ماسكة الخرزة. اللي بيبص فيها بيشوف آخر واحد لمسها. سالم كمل كتابة: أنا كنت غبي، أخدتها وقلت أحطها في حلية وأبيعها في السوق، بس أول ما قربت منها عينيها اتحركت. والله شفتها، وبعدين حسيت إن كل اللي ماتوا قبل كده بقوا فيا. كنت بصحى الاقي تراب على رجليا مع اني نايم في سرير. وفي يوم صحيت لقيت كتب على الحيطة: انت البوابة الجاية، انت اللي هتوصلني لاكتر عدد. الخرزة ما بقتش بتنام، كل الليلة تنور وتطلع صوت انثى بتبكي، بس في البكا ده زي ما يكون في حد بيضحك. العين بتلف وكل قرية ليها ضحية. سالم سألني وهو بيكتب: انت شفت انت شفت مين لما بصيت فيها؟ قلت له اني شفت بنت مبلولة ووشها باين كأنه بيتحلل وعينيها سودة. قال لي: يبقى شفت أول واحدة خدت الخرزة، هبة بنت عوضين. بس دي مجرد بداية. الخرزة بتلف من قرية لقرية، ومع كل واحدة تمسكها بتكبر وتغمق أكتر وعيونها بتتسجل. سالم شاور لي إن الوقت خلص وكتب لي آخر جملة: لو لقيتها تاني ما تبصش فيها ولا تحكي عنها، لأنها كل مرة بتتذكر بتقرب خطوة. دلوقتي الخرزة فين؟ أنا معرفش وصلت لمين بعد سالم، بس آخر حاجة شفتها قبل ما أسيبه كانت في مراية عربيتي. بنت صغيرة واقفة على طرف الغيط، لابسة فستان أبيض ورقبتها فيها خرزة زرقاء بتلمع. ولما رجعت أبص ورا ما كانش فيه حد. وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لنا في التعليقات تحبوا القصص الطويلة ولا القصيرة، ولو حد معاه تجربة وعايز يشارك بيها معانا يبعتها لنا في التعليقات. سلام عليكم.